ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من ذا الذي لا يحب أن يغفر الله له؟ الذي يريد أن يغفر الله له هو الذي يسامح الناس ويحسن إلى من يسيء إليه، حتى أن أحد علمائنا فسر الأثر المعروف اتقي شر من أحسنت إليه. قال عادة ما الناس يسيئون إلى من أحسن إليهم، وقد كان عالم من علمائنا يقول دائما وقد أسيء إليه، يقول ممن رباهم وعلمهم وأرشدهم ووجههم فأساء إليه بعضهم، فكان يقول أبت النفوس اللئيمة ألا تستريح حتى تسيء إلى من أحسن إليها. هناك لون من البشر يتفننون ويتنعمون ويتلذذون بالإساءة إلى من أحسن إليهم. هؤلاء موجودون في الكون كثيرون هم هؤلاء الصنف من الناس. فكان هذا العالم يقول إنه يجب أن تفسر هذه المقولة بما يزيدها إيضاحا. قال اتقي شر من أحسنت إليه بالمزيد من الإحسان إليه. أكبر عقوبة له أن تحسن إليه بعد أن أساء ويعود إلى الإساءة فتعود إلى الإحسان.